استنى بس انا هرجع الاسد والديب. خليه يعضني، ما عنديش مشكله، خليه يعضني والنبي 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 والنبي. دانتي كان مروح بيته ومره واحده تاه في الغابه وما كانش عارف طريق بيتهم منين، ومره واحده شاف هاله كبيره من الضوء. قال لك بس دي اضواء المدينه بتاع جلال معوض. المهم عمك دانتي تسلق التل وطلع له نمر، فطلع يجري من النمر، ومره واحده بيبص لقى في وشه اسد وبيجري عليه، وزي ما جري من النمر جري من الاسد، وراح طالع له ديب بيجري منه، راح واقع من فوق التل. ده ايه الرحله المنيله من بدايتها دي؟ لا يا صديقي، انا مش عايز افاجئك واقول لك ان هي لسه ما بداتش. المهم دانتي لما وقع راح مقابل الشاعر فيرجل الله يرحمه. ايه بتبص لي كده ليه؟ بقول حاجه غريبه؟ المهم المعلم فيرجل قال له انت ايه اللي جابك هنا يا دانتي يا ابني؟ فراح حكي له اللي حصل له من اوله. قال له تعالى يا ابني خلاص انا هعديك الناحيه الثانيه علشان الديب والاسد والنمر ما ياكلوكش، وما تقلقش في طريق مختصر انا كده كده عارفه. الله يبارك له والله راجل محترم. هنعدي بس من الجحيم للناحيه الثانيه وهتلاقي بيتك على طول. بتقول ايه؟ استنى بس انا هرجع الاسد والديب. خليه يعضني، ما عنديش مشكله، خليه يعضني والنبي.